ابني انتبه عليه، خذنا بالدرس السابق كيفية صياغة السؤال. اليوم ناخذ طريقة صياغة السؤال إذا كان المستفهم عنه أو اللي يريد يستفهم عنه هو شبه الجملة. أقصد بشبه الجملة منه الجار والمجرور، اللي تتكون منين؟ حرف جر والمجرور. إذا طلب من عندك قال لك استفهم عن الجار والمجرور، أول فقرة تسويها تروح تشوف المجرور اسم لو ضمير، لأن إذا كان اسم أكو اسم يكون للعاقل، وأكو اسم لغير العاقل، وأكو اسم يدل في معناه على مكان. هاي الخطوة الأولى. إذا كان ضمير متصل دائما يكون عاقل. الخطوة الثانية حرف الجر الموجود ما تستغني عنه، وين تنزله؟ تنزله بعد قبل اسم الاستفهام مباشرة. شوف، دخلت ليلى على أبيها، ايش راح يقول لك بالسؤال؟ السؤال راح يكون كالآتي، هاي الصيغة وزارية، استفهم عما تحته خط. اجيت علي تحت خط لقيته جار ومجرور. تتبع هاي الخطوات. الخطوة الأولى، المجرور اسم لو ضمير؟ جيد. هذا الاسم شوف لي يا عاقل لو غير عاقل لو يدل في معناه على مكان. إذا عاقل ايش نستخدم له؟ من. باو، هاي الخطوة الأولى. هاي من تصير بمكان المجرور. حرف الجر نفسه تنزله، بس وين تخليه؟ تخليه قبل اسم الاستفهام. شوف شو تصير؟ على من. ارجع قبل الجار والمجرور اكو فعل. وين الفعل؟ نفسه جيبه نزله. على من دخلت ليلى. شوف تلاحظ دخلت ليلى على أبيها. تلاحظ الفكرة شنو؟ يعني هسه راح أعطيك سؤال أنت حل إياه. سؤال: ذهبت إلى العطار تبغي شبابها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ شوف ابني، هذا شبه الجملة. استفهم عن شبه الجملة في البيت أو نوبات. شي يقول استفهم عما تحته خط، أو استفهم عما بين الأقواس. أريد من عندك شنو؟ تسوي لي سؤال إلى العطار جوابه. نتبع الخطوات. شو راح تسوي هسه؟ حل يا أنت. أنا من. حرف الجر نفسه ينزل إلى. ارجع قبل إلى العطار اكو فعل، جيبه نفسه وين تخليه؟ ورا اسم الاستفهام. شو تصير؟ إلى من ذهبت، جوابه ذهبت إلى العطار. تلاحظ الفكرة شنو؟ إذن بهذه الطريقة. شوف، هذا المجرور اسم. إذا كان ضمير يعني هسه إذا أجي على هذا المثال، شوف انتبه علي، يحن إليها حنين العشار. استفهم عما تحته خط. شوف هنا ضمير، هاي منين متكونة؟ متكونة من إلى زائد الهاء. بتلاحظ شنو؟ الهاء ضمير، احنا بالضمير ايش قلنا؟ من. اذن ايش راح اخلي؟ بمكان الهاء اخلي من. الى نفسها تنزل. بتلاحظ هذا الجواب. الى نفسها تنزل، اكو فعل يحن، نفسه اجيبه انزله ورا اسم الاستفهام. شو يصير؟ الى من يحن. شوف الجواب، يحن اليها. افتهمت الطريقة؟ هذا إذا كان شنو؟ إذا كان عاقل كاسم أو ضمير.